السلام عليكم، مساء الخير عليكم عزو الفلاون. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو. وصفه اليوم هي بسطيله بالدجاج على طريقتي، سهله وبمكونات متوفره في كل بيت. انا في الطنجره حطيت شويه زيت، قشرت 3 حبات بصل وقطعتهم الى شرائح رقيقه. نحاول نحط هذوك البصل المقطع ونحط فوق منه قطع الدجاج. انا هنا خذيت 5 قطع من صدر الدجاج، ونقلي هذاك البصل مع الدجاج تاعنا جيدا على نار متوسطة حتى يذبل البصل ويبدا يطيب الدجاج تاعنا. انا قطعت 5 فصوص كبيرة تاع ثوم الى قطع صغيرة، وجبت حبة من الليمون، حبة قارص، نحيت لها القشور كامل هذيك البيضاء وقطعتها الى قطع صغيره، ونقلي كلش مع بعضه. نضيفوا الملح، يعني نملحوا، الملح يبقى على حسب مذاق كل وحده فيكم. نزيدوا نضيفوا شويه فلفل اسود، يعني التوابل في هذه البسطيله هي الملح، الفلفل الاسود، وشويه كركم. كركم تقدروا تستعملوه بودرة ولا يعني فاشك، يعني طري. وضفت كمية لا بأس بها من القرفة وشوية من راس الحانوت. هنا التوابل يبقاو على حسب اختياركم. نخلطوا كلش مع بعضه ونخلي كل المكونات يتقلاو. ونضيف انا هنا شويه، يعني ملعقه، نصف ملعقه كبيره من الهريسه تاعي ماهيش حاره بزاف. ونبقى نحرك كلش مع بعضه حتى يعني يتقلى الدجاج مع البصل جيدا. هنا انا ضفت تقريبا 3 ملاعق كبيره من الكزبر. نخلطوا الدجاج تاعنا مع البصل جيدا ومع الكزبر، ونغطيو على الطنجره ونخليو الدجاج تاعنا حتى يطيب، يعني يطيب مليح. بعد ما طاب الدجاج تاعنا هنا نحيوه من هذيك الصوص. هنا ما ضفت حتى قطره تاع الماء، يعني الدجاج طاب في هذاك الماء اللي طلقوا البصل. بعد ما نحينا الدجاج تاعنا نزيدو نضيفو كميه معتبره من الكزبر لهذيك الصوص، ونخليوها على نار، يعني نزيدو شويه في النار، نقويو لها باش هذيك الصوص تاعنا تنشف شويه. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما نشفت الصوص تاعنا نجيو نضيفو تقريبا 3 حبات بيض. البيض تاعنا لازم نضيفه بالحبه، يعني ما نضيفوهش على دفعه واحده. كل ما نضيفوا حبة بيض نخلطوا، يعني حتى نطيب لنا هذيك الحبة ونزيدوا الحبة الثانية. أنا هنا خذات لي الصوص هذه 3 حبات بيض. بعد ما طابوا كامل ونشفت هذيك الصوص نجيو نفرغوا الخليط تاعنا في صحن ونخليوه باش هذا الصوص يبرد لنا تماما. يعني البسطيله تاعنا كي نعمروها لازم يكون الخليط تاعنا بارد باش ما تتقطعناش الورقه يعني اللي راح نستعملوها. انا هنا الصوص تاعي هاني خليتها في صحن باش تبرد. والدجاج كيما راكم تشوفوا هذاك اللي نحيته فتتو يعني الى قطع صغيره باش نخلطه مع هذا الصوص اللي درنا فيها البيض. انا هنا نحط الصوص مع الدجاج ونخلط كلش مع بعضه. والحشوه تاعنا واجده باش نعمروا بها البسطيلات تاعنا. طريقه سهله يعني ما فيهاش دي كومبليكاسيون. نجيبوا الورقه تاعنا. انا هنا ما عنديش الورق يعني الديول تاع الجزائر، استعملت هذوما تاع التايلانديين يجيو يعني مربعين. جبت حطيت الزبده تاعي ذوبتها ويعني دهنت الورقة، وجبت استعنت بهذه الصحفة الصغيرة حطيت فيها الورقة ونعمر بالحشوة هذيك، ونحاول ندور يعني الورقة وندهنها بصفار بيضة. هذيك اللي يعني نستعينوا بها باش نغلقوا حبات البسطيلة باش ما تتفتحناش. نبقى وندوروا حتى تتغلق لنا الحبة بهذا الشكل. وحنا تحصلنا على دي ميني بسطيلة، يعني بسطيلات يكونوا صغار
يعني ملاح، ما همش كبار بزاف. وبنفس الطريقة أنا عاودت درت واحدة أخرى. يعني الفيديو راهو يشرح في نفسه طريقة سهلة جدا، يعني باش تقدروا تعمروا البسطيلات تاعكم. يعني استعينوا بمغرف وبالبانسو باش تدهنوا بالبيض. البيض هذاك ديروه باش تغلقوا حبات البسطيلة باش ما يتفتحوا لكمش كي تحطوهم يطيبوا في الفور. هذا هو الشكل النهائي للبسطيلة تاعنا بعد ما طيبتها في الفور على درجة حرارة 180 درجة مئوية. شعلت لها من الفوق ومن التحت، جاو يشهيو. يعني وصفة تقدروا ديروها في المناسبات، تقدروا ديروها في شهر رمضان. حبيت نجيب لكم هكا أفكار باش نبدلوا شوية. أنا هنا راح نفتح لكم حبة باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات. يعني هي الخلطة اللي من الداخل راهي طايبة، جوست يعني نحطوها في الفرن باش يعني تطيب لنا هذيك الورقة ويتحمروا لنا مليح. والبسطيلة تاعنا جاهزة، تاكلوها بالصحة والهنا. جربوا الوصفة وكتبوا لي في التعليقات إذا عجبتكم هذه الفكرة من الأفكار اللي دايما نحب نفيدكم بها. ما تنسونيش باللايك وبالبارتاج، والناس اللي ما اشتركوش في القناة يشتركوا فضلا وليس أمرا. ونتلاقاو إن شاء الله في الفيديو القادم مع وصفة جديدة وفكرة جديدة من قناتي، قناة سوها بلانات. معليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم ومع السلامة. باي باي.